فلماذا محاولة غسل يدك من الموقف كله، مع أن النتائج التي تحققت يعني هو مرة أنا أذكر جيدا أنه في أحد تصريحاته قال أن احنا نقبل بخسائر في الدنيا لما يكون في 15,000 ولديهم قيادة غبية على هذا النحو وترفض كل الوساطات، ورفضت وساطتك يا برادعي ورفضوا أن يردوا عليه، ورفضت وساطة شيخ الأزهر، ورفضت الوساطات الدولية. أعتقد يعني أنه ويخرجون كل يوم في حملات يقطعون الطرق ويهددون الناس. أعتقد يعني إنه كان المفروض بالفعل المسؤولية التضامنية كانت تلزم. ما هو استاذ مكرم، ما هو ده بيخليني اسال سؤال مهم. دلوقتي البرادعي باستقالته دي ادى ذريعه وقرينه لمن يريد ان يتحدث عن الوضع في مصر بسوء فان يتحدث. لقينا دلوقتي فابيوس. هذا للاسف احد النتائج المؤسفه للتفكير. هذا للاسف احد النتائج. لديه قدر من المصداقيه في العالم الخارجي، يختلف قدر المصداقيه للقوى الدوليه، ومقطوع النهارده حتى لو انا مخلص قرايه الواشنطن بوست اللي هي بتاعت بكره، عاملين اختصاصين، نصف البرادعي ونصف فضل الاعتصام يعني. وانا ما اعرفش ما هي حزب البرادعي، هل هو هينزل الانتخابات تاني وبالتالي اصبح لديه رغبه في ان يغادر؟ استبعد ذلك. طيب هل انت عاوز ترضي امريكا؟ فلماذا ترضي امريكا وانك انت تفقد نفسك، خاصه وان هم عنده بارومتر صادق جدا يتمثل في شباب جماعته السياسيه، شباب جماعته السياسيه رافض موقفه ورافض هذا الموقف، واعتبر انه قد تخلى عن مسؤوليته. انا يعني شايف ان الاثر البرادعي في الداخل، استقالته في الداخل لن يكون عميقا، لانه الناس احتارت في فهم الدكتور البرادعي، رغم ان انا شخصيا يعني لا ازال اعتقد واحد اهم الشخصيات الوطنيه في مصر. التي ساعدت على قيام هذا الثوره. استاذ مكرم، طبعا تقديرك للبرادعي يعني مهم. انت تعرف قيمه الرجال ولا يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذو فضل. لكن دعني اسال سيادتك سؤال: هل نحن ذاهبون الى مجلس الامن كما يهدد لوران فابيوس وزير الخارجيه الفرنسي الان في تصريحاته؟ انا اعتقد انه في النهايه هيبقى من الصعب جدا ان يقدموا مصر الى مجلس الامن. جزء من هذا يتوقف عن علينا. من الضروري جدا بالفعل الاصرار على تطبيق القانون على الجميع. المفروض ان يسرع بانهاء كل مظاهر البؤر الموجوده. بعد انهاء هذا البؤر لابد ان الناس تنزل الى الشارع مره اخرى. أيوة. في تجليه عظيمه من تجليات هذا الشعب عشان تقول ان هذه العمليه تمت بناء على الحقنا ورغبتنا. اول امبارح كان بيسالني صحفي وكنت غاضب جدا، غاضب من السيسي وغاضب من الحكومه وغاضب من كذا. كنت احس بانه شروط احترام الدوله ضاعت باكملها، والناس عماله تصبر وتصبر وتصبر